بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وده حديث متفق عليه. يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله يعني تنزيه لربنا سبحانه وتعالى عن اي نقص او عيب، لان الكمال لله وحده. ثم بعد كده وفي نفس الجملة وبحمده، يعني احنا علشان ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا بجميع صفاته وبقدرته جل جلاله، فاحنا بنحمده بقى. احنا لازم نحمده لان هو موجود معانا، هو مش موجود بعيد عننا يعني. فاحنا هنحمده، يبقى احنا بنجمع ما بين يعني التمجيد لربنا والحمد لربنا، وربنا بيحب كده. وده طبعا حقه، لان سبحانه وتعالى هو يعني بيعمل لنا كل خير. يعني مش معقول ان احنا نستكتر ان احنا نقول الجملة ديت. يعني لو الواحد مسك السبحة مرة واحدة هيكون مخلص ال100 مرة دول. وبعدين بعد كده يعني يتزرع له في بيته يوم الجنة أشجار وحاجات، بكتر ما هو بيسبح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وبكل ما هو بيقول سبحان الله وبحمده. فإن شاء الله بإذن الله ويقدر يدعي بقى، بما إنه هو بيقول كده، فإنه ممكن يدعي ويقول يا رب بحق جاه الحاجات اللي أنا قلتها دي، وبحق جاه الأدعية اللي أنا قلتها دي، تغفر لي أو ترزقني أو كذا كذا كذا. وفي تواصل بينه بقى وبين ربنا في ال100 مرة دول. وربنا يتقبل منا جميعا.